ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا معاكم في فيديو جديد. هعمل معاكم صينيه مسقعه بكميه زيت قليله. اول حاجه انا جبت هنا كيلو بتنجان، قشرته بالشكل دوت، وبعد ما قشرته قطعته ترانشات كده، بس ترانشات مش خفيفه يعني عشان لما يجي يستوي ما يتهريش معايا. حطيته في ميه وملح عشان انقعه، عشان ينزل لو في طعم مراره ولا حاجه. الميه بالملح بتساعد ان المراره اللي في البتنجان تنزل. معايا هنا حوالي ربع كيلو بطاطس، قشرته وقطعته قطع بالشكل دوت. معايا نص كيلو طماطم، قطعته قطع صغيره. معلقه توم مهروس. هنا بقى معايا طاسه حطيت فيها معلقتين زيت كبار، وحطيت 4 قرون فلفل رومي، وقطعه من الفلفل الحامي اختياري لو مش عايزه تحطيها. وهشوح كده الاول الفلفل الرومي دوت في الزيت لحد ما ياخد لون. بس الفلفل اتشوح معايا بالشكل دوت، انا هضيف معلقه الثوم، خلاص الثوم اتشوح معايا. هضيف له بقى الطماطم، هضيف دلوقتي التوابل، معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، الملح حسب كميه البتنجان والبطاطس وحسب مذاقك حسب ما بتحبيه. والفلفل دوت انا فتحته كده من تحت كده قبل ما احطه عشان اشوحه. ولو مش حابه تحطيه صحيح كده ممكن بتقطعيه قطع صغيره حسب ما انت عايزه. انا هسيب الطماطم ديت تتشوح شويه. الطماطم خلاص اتشوحت اهيت معايا. هبدا دلوقتي اضيف لها كوبايه ميه عشان تسوي الطماطم. هغطيها واسيبها تغلي، وبعد كده هكمل معاكم الطريقه. خلاص خلصت معايا بالشكل دوت. انا هجيب كمان صينيه تانية، دي بقى اللي هدخلها الفرن، اللي هحط فيها صينيه المسقعه، وهضيف فيها بقى من تحت كده شويه صلصه والفلفل الرومي هحطه هنا، وهبدا ارص البتنجان انا صفيت ميه وملح وما شطفتوش. فانت لما تيجي تعملي بقى المسقعه تخلي بالك ان البتنجان فيه ملح، ما تزوديش الملح في الصلصه عشان المسقعه ما تطلعش مالحه معاكي. وبنبدا بقى بعد ما بنحط طبقه البتنجان بنرش كده على وشها كده طماطم بالشكل ده. هبدا ارص طبقات البتنجان كلها، وبعد كده هوريكم الخطوه الثانيه. وكمان رصيت فوق البطاطس اهي، وهبدا ارش بقى عليها الطماطم ديت اللي انا عاملاها، وانا حاطه الصينيه على البوتاجاز مشغله عليها النار. وصينيه المسقعه ديت تنفع للي بيعملوا دايت عشان هي ما فيهاش كميه زيت كتيره، وكمان هي خفيفه وبيبقى طعمها حلو وانت بتاكليها. حسيت ان هي محتاجه شويه ميه بتزودي لها. هسيبها تغلي غلوه كده على البوتاجاز من فوق، هغطيها بقى احطها في الفرن. هشغل الفرن على اعلى درجه، وبعد كده هحط الصينيه على الصاجه لحد ما تشرب السوائل اللي فيها، وبعدين برفعها على الشبكه عشان تاخد لون. ده شكل صينيه المسقعه. صينيه المسقعه بعد ما خلصت وبعد ما شربت بقى الصلصه اللي كانت فيها وهي على الصاجه، انا حطيتها على الرف الوسطاني وشغلت عليها الشوايه عشان تاخد اللون بالشكل دوت. وانا هقدمها كمان مع رز بالشعريه. بالهنا والشفا. واتمنى ان وصفه المسقعه بزيت قليل تعجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. وصفه صحيه وخفيفه. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه.